تعتبر حانة أم حنان من أشهر الأماكن التي تقدم الجاعة للخراصنة سيئي السمعة. القرصان ده قاعد بيشرب جاعة. هو أنا مش عارف يعني إيه جاعة، بس هي تقريبا حاجة مش كويسة. وفي يوم من الأيام دخل قرصان حاطط رقعة على عينه الشمال. القرصان ده كان اسمه جاك عبد السلام سبارو، الشهير بسبارو الغلابة. جاك عينه اليمين ما بيشوفش بيها، والشمال لا يعتمد عليها. هو كان ناوي يطلب كوباية قصب، لكنه شاف القراصنة من حواليه قاعدين بيضربوا جاع. قعد يخبط على الكوباية وطلب يشرب زيهم. الآنسة حنان بنت أم حنان صبت له الجاعة. هي ست طيبة لكنها سيئة السمعة. كسر سبارو الكوباية. حنان قفشت. جاك عمل عبيط وفتح الخريطة. جاك عبد السلام سبارو كان جاي ينقي 4 قراصنة. انت ايوه وانت كمان. وأول ما طلعوا السفينة نقصوا 1. لكن سبارو الغلابة ما هموش، وزع رجالته ونادى بعلو صوته وقال: شوف لنا يا ابني الطريق وقول لنا هنمشي منين. باقي 9 أميال على عكا. هو أنا ليه مش شايف حاجة في القرطاس ده؟ بيبصوا فيه ازاي يا خائن؟ أنا المفروض أبص بعيني اللي بتشوف. وغرقت السفينة. وفي مساء اليوم التالي ومن داخل حانة أم حنان كان لسه نفس الراجل قاعد بيحاول يشرب الجاع. فتح جاك الباب ولزقه في الحيطة كالعادة، وطلب 1 جاعة من حنان بنت أم حنان، وشربها وقع الكوباية واتكسرت. وحنان قفشت. وجاك فتح الخريطة. تعال انت وانت. الطقم اللي اختاره المرة دي كان أشطر من بتاع المرة اللي فاتت، وسبارو الغلابة مش هيغلط نفس الغلطة مرتين، لكنه كان دايس بنزين على الآخر لحد ما شاف جزيرة شبه اللي معاه في الخريطة. هي فعلا شبه الخريطة، بس دي مش جزيرة. سبارو غلابة كان ذكاؤه محدود شوية. حقيقي هو بيفكرني بذكاء محمود أخويا الصغير. هبقى أحكي لكم عن مغامراته بعدين. ما طلعتش جزيرة طبعا، ده كان كمين. سفينة كبيرة مليانة أسلحة، حكومة. وكالعادة غرقت السفينة. وفي مساء اليوم اللي بعده كان نفس القرصان قاعد بيحاول يشرب الجاعة. دخل سبارو طلب الجاعة وقع الكوباية اتكسرت. حنان قفشت. طلع الخريطة. انت وانت. اختار المساعدين ووصل قدام الكمين. كان عنده خطة المرة دي، هي خطة غبية جدا بس نفعت معاه تقريبا. فكر ان زي ما الحكومة عملت له فيها انهم جزيرة، قام عمل لهم فيها سحاب وبحر، وعدى بالسفينة بتاعته وشرخ، واخيرا وصل الجزيرة. نزل 1 من المساعدين، وكالعادة المساعدين نقصوا 1. الباقيين نزلوا جري زي ما بتقول الخريطة. كان متوقع جاك ان دي اخر محاولة بالنسبة له، لكنه بالفعل نجح. أسرق واجري. لكن ما تنسوش ان جاك ذكاؤه محدود، بالظبط زي اخويا محمود. رمى الكنز كله في جنب 1 من السفينة. يا دي النيلة هنغرق. ما تخافوش أنا هتصرف. كان ممكن اللي كان بيعمله دلوقتي ده يبقى حل، لكن جاك أصلا إنسان غير محظوظ. لو الكنز بس هو اللي وقع ما كانتش هتبقى مشكلة. القرصان اللي كان بيحاول يشرب الجاعة ورا الباب مات وارتاح، وحتى جاك نفسه ما بقاش في حتة سليمة، لكنه طلب الجاعة وكسر الكوباية، وحنان قفشت وهو فتح الخريطة واختار المساعدين. أنا تعبت معاك يا جاك. حتى الكوباية كسرها قبل ما يطلب الجاعة. حنان الصراحة جابت آخرها. جاك كان قريب قوي من الكنز، وكان نفسه يقسمه بينه وبين المساعدين بتوعه، لكنه اتأكد انه قرصان فاشل. حنان جهزت له المقشة اللي كانت هتديله بيها على دماغه، لكنه صعب عليها قوي، وقررت تساعده انه يشوف الحاجات اللي ما كانش شايفها. سبارو الغلابة اصحى. اصحى ليه؟ علشان تشوف اللي انت ما كنتش شايفه من الرقعة دي. وربنا يستر وما يخلصش على المساعدين الباقيين.